شاء الله النهارده هاعمل معاكم البانيه بتتبيله مميزه جدا وطعمها في منتهى الجمال، ان شاء الله هتعتمدوها عندكم. حاجه كده من الاخر، تابعي معايا الفيديو وما تنسيش تحط اللايك. يلا نسمي بالله. جبت اول حاجه بصلايه مبشوره، انا ضربها في الكبه او بشرها مش هتفرق، المهم تكوني منعماها خالص. جبت طماطمايه برده مبشوره، جبت علبه زبادي اللي هي الزبادي البلدي. لو ما عندكيش زبادي وعندك لبن حطي عليه معلقه خل، دفيه بس يكون دافي كده وحطي عليه معلقه خل، هيبقى لبن رايب معاكي واستخدميه عادي. معايا هنا التوابل: ملح، جوز الطيب، كزبره، فلفل اسود، بهارات فراخ وبابريكا. هنقلب الكلام ده كله كويس مع بعضيه، وهاجيب معايا معلقه من هريسه الشطه اللي انا كنت عاملاها، بجد بتودي طعم في حته تانيه. لو ما عندكيش هريسه شطه حطي معلقه خل، وحطي فصين بس من الثوم. لو الثوم صغير معاكي، ثوم كبير فصوص كبيره يعني حطي فص واحد افرميه برده وحطيه مع التتبيله. نقلب التتبيله دي كلها، ومعايا برده عصره ليمونه هجيبها دلوقتي. انا طبعا البانيه او اي فراخ بغسلها بحطها في شويه ميه وعليهم شويه دقيق وشويه سكر وشويه ملح وعصير ليمون وطماطمايه، ادعكها فيهم كل ده. بجد الخلطه دي مش بتخلي فيه اي ريحه زفاره في اي طيور عندك. غسلت البانيه كويس وحطيته في مصفى لازم يصفى من اي ميه. هقلب في التتبيله دي كلها والبانيه. ممكن الخلطه دي تعمليها بعد ما تغلفيها كلها كده حطيها في التلاجة ليله كامله، بجد هتاخدي طعم في منتهى الجمال. هنا حطيت عصير ليمونه كامله، عندك دبس رمان حطي برده مفيش اي مشكله. نقلب الكلام ده كله. انا عملتها في نفس اليوم فسبتها على الاقل تسيبيها ساعتين. هغطيها بقى واسيبها لغايه ما تتبل معايا ساعتين كده وهرجع لكم تاني. كل ما بتقعد في التتبيله بتديكي طعم جامد جدا. هنا بقى بعد ما عدى عليها حوالي ساعتين ثلاثه كده هجيب معايا بيضه واحده كفايه. انا بحب اعمل كميه كبيره لما بكون هعمل بانيه، بحب اجيب كميه كبيره مثلا يعني هتكفيني مرتين. اعملها مره واحده، اخلطها مره واحده واحطها في الفريزر بحيث ان هي تبقى جاهزه معايا. انت كمان ممكن تجهزيها ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين لرمضان وتحطيها في الفريزر، هتطلعيها على التحمير على طول. بجد التتبيله دي يا جماعه في حته ثانيه خالص. هنا معايا ده فيجيتار حار، وتخلي بالك برضو وانت بتحطي الملح للفراخ في التتبيله، الفيجيتار بيبقى فيه ملح، فتخلي بالك من النقطه دي عشان ما يطلعش حادق معاكي في الاخر. هنا بقلبه على الجنبين كده، وطبعا كنت مولعه الزيت يسخن معايا. اضغطي عليها في الفيجيتار كويس جدا. هنا معايا الزيت سخن، مش سخن لدرجه عاليه يعني سخن عادي. وحطيت فيه البانيه علشان بس ما ياخدش منك لون بسرعه، يبقى لسه ما استواش. واول ما بحطه وبهدي عليه النار خالص بملى الطاسه معايا بالشكل ده. وهنا بعد ما استوى معايا واخد لون ما شاء الله، يعني انا ما حطيتوش في الفريزر، انت كمان لو حطيتيه في الفريزر ساعه اتنين كده هيبقى طالع اجمل بكمان. يعني شوفي ما شاء الله قليته على طول والكفر ما فكش خالص. يا رب الفيديو يكون عجبكم واشوفكم على خير ومع ان شاء الله النهارده هعمل معاكم البانيه بتتبيله مميزه جدا وطعمها في منتهى الجمال، ان شاء الله هتعتمدوها عندكم. حاجه كده من الاخر، تابعي معايا الفيديو وما تنسيش تحط اللايك. يلا نسمي بالله. جبت اول حاجه بصلايه مبشوره، انا ضربها في الكبه او بشرها مش هتفرق، المهم تكوني منعماها خالص. جبت طماطمايه برده مبشوره، جبت علبه زبادي اللي هي الزبادي البلدي. لو ما عندكيش زبادي وعندك لبن حطي عليه معلقه خل، دفيه بس يكون دافي كده وحطي عليه معلقه خل، هيبقى لبن رايب معاكي واستخدميه عادي. معايا هنا التوابل: ملح، جوز الطيب، كزبره، فلفل اسود، بهارات فراخ وبابريكا. هنقلب الكلام ده كله كويس مع بعضيه، وهجيب معايا معلقه من هريسه الشطه اللي انا كنت عاملاها، بجد بتودي طعم في حته ثانيه. لو ما عندكيش هريسه شطه حطي معلقه خل، وحطي فصين بس من الثوم. لو الثوم صغير معاكي، ثوم كبير فصوص كبيره يعني